السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وامن وامان يا رب العالمين. ايه اخباركم واخبار اولادكم واحبابكم؟ ان شاء الله طيبين وبخير وصحة وسلامة وامن وامان يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اخواتي وحبايبي، النهارده الفيديو بتاعنا مختلف كده شويه، عاملين حاجه حلوه ان شاء الله. كده هنعمل كيكه مع بعض، يا رب كده كيكه شاتو، يا رب كده ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم باذن الله. حضرنا المكونات كلها. دي الكوبايه اللي هنعبر بيها الزيت، وهو علبه الكاكاو قدامنا كمان، هنعمل بيها كيكتين ان شاء الله. وده مقدار اللبن، كوبايتين لبن. الكيكه ليها كوبايه لبن. والبيض هنعمل الكيكه ببيضه واحده يعني. ان شاء الله هنعمل 2. والسكر كوباية برضو للكيكة. وعبرنا المكونات كلها وحضرناها، ودلوقتي هنشتغل ايه على الكبة. نقول يا هادي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعبر اللبن، بنحط كوبايتين وبيزيدوا حبة في الكوباية برضو بحطهم، عشان خاطر انا هاخد منه عبار الشاتو اللي بكبه بعدين على الكيك، فبحتاجه يبقى اكتر يعني. قد يعني ربع كوباية اقل كده يعني، حتة صغيرة مش كتير. وبنحط السكر وبندوبه كويس، بندوبه حلو مع بعض، بندوب السكر واللبن. وبعد كده بنضيف باقي الاضافات. احنا دلوقتي بندوب السكر واللبن عشان خاطر هنعمل الشاتو الاول. بناخد منه لكل كيكة كوباية، بنحطها في التلاجة او الفريزر عشان تسقع وتتقل شوية. ولما يطلع الكيك من الفرن بنسقي بيها على طول، بتبقى ساقعة وبنسقي بيها الكيكة على طول. بعد ما داب السكر ضفت عليه الكاكاو وضفت عليه الزيت واشتغلت اضرب فيهم. بعد كده بعد ما داب السكر وخلاص، ورحت نزلت عليهم بكوبايتين، ب3 4 معالق دقيق على حسب القوام اللي انت عايزاه. واول ما جهز حطيته في الكوبايات وحطيته في التلاجة. هنا باقي الخليط بنحط عليه البيض. بنحط البيضتين زي ما اتفقنا ان الكيكه هنعملوها ببيضه واحده، فاني اخدت منه خليط كوبايتين، فبصيت لقيت المقدار قل شويه، رحت زودته بيضه. وبنحط هنا الفانيليا. برضو الفانيليا زي ما انت عايزه، كتير قليل زي ما انت عايزه براحتك. عايزه تحطي عصره ليمونه حطي، عايزه تحطي برضو عصره برتقانه حطي براحتك يعني. الحياة دي حسب راحتك. بنضرب البيض مع الشاتو السايل. وبعد كده ايه، يفضل لنا كده الدقيق والبيكنج باودر اخر حاجه. بنضرب البيض حلو كده معاه لغايه ما يتمزج ويبقى حلو كده. وبعد كده ايه، بننزل عليه بالدقيق. الدقيق كمان المفروض يعني كوبايتين للكيكه، فعشان خاطر انا واخده منه الكميه فبتبقى اقل. فبتشوفي القوام اللي انت عايزاه برضو، بتضيفي بالراحه كده، بتضيفي نص الكميه وتقلبيها حلو. وبعد كده ايه، تشوفيها لغايه ما تشوفيها تمام يعني، القوام اللي انت عايزاه، ام خفيفه ام تقيله على حسب. وبندخلها الفرن زي ما عارفين، فرني بتحمر الحاجة شوية. والحمد لله طلعت زي العسل. وهو الكيكة كمان عملتها بالخلة عشان اشوفها مستوية من جوا ولا لا، لقيتها تمام. استنيت عليها لما بردت وقطعتها جوا الصواني. وبعد كده نزلت عليها بالشاتو السايل. اهو لما تقطعيها كمان الشاتو سايل حلو فيها خالص، وهي هشة من جوا وزي العسل. هنا رحت عملت بيضة تاني يعني، عملت بيها كيكة تاني، كيكة صفرة عادية. كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية ونص دقيق، والنص التاني بقيت على حسب. وضربتها حلو كده وطلعت بكيكة زي العسل. وحطيت لها برضو ربع كوباية زيت صغيرة كده، وضربتها وحطيتها في الفرن وطلعت زي الحلو زي العسل، هشة وحلوة وزي العسل. حفيدي قاعد قال لي الا تعملي لي عيد ميلاد، رحت جبت له كيس كريم شانتيه وخليت خالته ضربته له بالمضرب. حطيت له فنجان لبن وضربته له بالمضرب، وزوقت له الكيكه، فتحتها في النص وحشتها وعملتها له وطلعت زي العسل. وربنا يخلي لكم اولادكم واحفادكم يا رب وحبايبكم، وما يحرمكم منهم ابدا يا رب، ولا يحرمهم منكم، ويخلينا ويخلي لكم يا رب، ويجعل بيوتنا دايما عامره يا رب باصحابها.
ويبارك لنا في حبايبنا يا رب، اللهم امين، ويحافظ على احفادنا واولادنا يا رب، يحفظهم من كل شر ومن كل سوء. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ولا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله.